مرحبا ويا هلا فيكن من جديد. معي أنا فافو. باقي أيام قليلة للعيد، كل عام وأنتو بألف خير يا رب، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. فيديو اليوم رح نعمل شوية أفكار لذيذة لتوزيعات العيد أو العيديات، كتير سهلة، تكلفتها بسيطة، أو ممكن حتى تعمليها من أشياء متوفرة عندك بالبيت، والولاد كتير رح يحبوها وينبسطوا فيها. فخلونا نبدأ. الفكرة الأولى هي علب جاهزة مصنوعة من الورق أو الكرتون الخفيف، بتلاقيها بمحلات الهدايا والمناسبات. أنا اخترت هون علب باللون الأسود، حطيت فيهم العيدية وقطع شوكولا وسكرتهم، وبعدها لفيتهم بشريطة مثل ما شايفين. اخترت لون أزرق للولاد وزهري للبنات. كتير طلعت عيدية مميزة وشكلها حلو. الفكرة الثانية هي أكياس صغيرة، ورق أو قماش. أنا اخترت هون أكياس قماش ومنقط بالذهبي، كتير حسيتها حلوة ومناسبة لرمضان والعيد. عبيتها شوكولا وحطيت فيها العيدية، وبعد ما سكرتها عملت عبارات بسيطة على الكمبيوتر بتناسب للعيد، وطبعتها وقصيتها لحتى علقها على الكيس. رح احط لكم رابط العبارات والتصاميم بصندوق الوصف، انتو كمان فيكم تطبعوها وتستخدموها لعيدياتكم. كتير فكرة الكيس حلوة، حتى الولاد فيهم يستفادوا منه بعد ما ياخدوا العيدية. حبيتها، حسيتها كتير لذيذة. الفكرة الثالثة عملتها من طول أبيض، لقيته متوفر عندي، واستخدمت ورق هدايا، قصيته حطيته بقلب الطول حتى أخفي شو حاطة بقلبه. حطيت العيدية وحبات شوكولا أو كانديز أو أي شي بتحبوه، لفيتهم كلهم مع بعض مثل ما واضح، وربطته بشريطة، وعلقت عليها كمان عبارة معايدة لطيفة، وهيك صار الشكل النهائي. كتير كيوت. الفكرة الأخيرة أكتر فكرة سهلة وما فيها تكلفة. استخدمي ورق هدايا عادي يلي منغلف فيه، حطي العيدية مع لوح شوكولا أو بسكويت وغلفيهم منيح بأي طريقة انتي بتحبيها. اربطيها بشريطة ولزقي عليها كمان عبارة معايدة لطيفة، أو حتى ممكن فيكي تكتبي عبارة بخط ايدك وتقصيها وتعلقيها، كمان بتطلع كتير لذيذة. وبس. بتمنى تكونوا حبيتوا هالأفكار، العيديات مميزة، أكيد رح ينبسطوا عليها الولاد. وإذا عملتوا شي منها لا تنسوا تصوروا وتبعتولي على حسابي بالإنستغرام وسناب شات. هي آخر فيديوهات إلي كمان، إذا حبيتوا تشوفوها انطروني قريبا بفيديو جديد إن شاء الله. باي باي.